السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة مطبخ التوأم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دائما في البساطة وفي الوصفات الاقتصادية واللي ساهلة بزاف. اليوم ان شاء الله يا ربي نقترح عليكم واحد الحسوة ديال هربل اولا المفلق، كتجي زوينة ولذيذة، وواحد الصينية ديال الحوت في الفران مع خضيرة، وواحد سيجار بالقليل جدا من الكفتة والخضر وشعريه ديال الارز اللي حتى هي هما كيجيو لذاذين غنديرهم في الفران. فخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه بالنسبه للسيجار، عندي هنا بصله خضريه شديتها قطعتها مربع، شلطتها وتتشحرات مزيان مع شويه الزيت البلديه، وزدت لها واحد شويه الكفته. نتوما كيف كتشوفوا يعني انا ما كنكثرش، كندير غير شويه صافي. غادي نفرتها مزيان هكا مع هذيك البصيله، وغادي نشحرها، وغادي نزيد لها واحد الخيزويه وواحد الكورجيطه اللي حكيتهم على هاد الشكل هذا. غادي نحركهم مزيان مزيان حتى هما، غادي نشحرهم. من بعد هنايا غادي نضيف العطريه، عندي شويه ديال الملحه، وغادي ندير هذا شويه ديال الابزار اللي هو الفلفل الاسود، شويه ديال التحميره، عفوا هذاك قزبر حبوب وشويه ديال التحميره، وشويه ديال السودانيه اللي بغاها، وممكن تعوضوها بالهريسه اولا ما ديروهاش صافي، وشويه ديال البزار. وغادي ندير شويه ديال الثومه غبره، اولا ممكن ديروا فص ديال الثوم مع البصله في الاول. صافي، ودرت هنا شويه ديال صلصه الصوجه. صافي، وغادي نحرك هاد المكونات كامله مزيان مع بعضياتها، وغادي نخلي هاد الحشوه تتشحر مزيان مزيان وطيب. هنا كيف كتشوفوا هي تشحرات مزيان وطابت. ضفت لها هنايا واحد 2 مربعات ديال الشعريه ديال الارز اللي درتها في الماء اللي كان سخون حتى ترخفات، وصفيتها وقطعتها بالمقص. وضفت شويه ديال الزيتون خضر مقطع، ودرت شويه ديال القزبر ومعدنوس صافي. نشحرها مزيان مزيان. عاد ديك الساعه كنطفي البوطه وكنخليها حتى كتبرد مزيان. انا خليتها حتى بردات مزيان، وضفت ليها شويه ديال الفرماج الاحمر ولا الجبن الاحمر المبشور. اللي ما متوفرش ليها دير الجبن المثلثات في هذه المرحله هذه قبل ما دير الشعريه ديال الارز صافي. وكنخلطها مزيان هكا مع بعضياتها وكنخليها على جنب. درت انا نحضر هاد الحسوه ديال الهربل اولا المفلق. كل واحد شنو كيقول لي، خديت كوكو ضفت ليها شويه، ضفت ليها الماء القياس اللي غادي يطيب فيه، وضفت شويه ديال زيت الزيتون، وضفت شويه ديال خلاص الملح على القياس ديالها. وعندي هنايا شويه ديال البزار، غير شويه ماشي بزاف صافي. وغادي ندير هنايا هاد هربل اولا المفلق، خديت رابعه 250 غرام، وفزقته ليله كامله في الماء. الصباح هاد صفيته وخليته حتى تسقطر مزيان مزيان وضفته. بهذه الطريقه هذه كيطيب هربل بسرعه، ما كياخذش الوقت بزاف ودغيا كيطيب صافي. انا كنبدا نحركها هكايا واحد شويه، وكنديها طيب على نار ملي كتكون متوسطه، ونخليها ردوا معها البله تفيض لكم، وكتخليوها طيب مره تحركوها حتى تبان لكم راها طابت. وبالنسبه للخطوريه ديالها فكتبقى على حسابكم نتوما صافي. بالنسبه للشرمولات الحوت درت واحد 4 الفصوص ديال الثوم محكوكين، ضفت شويه ديال عصير الحامض، ضفت شويه ديال الكمون صافي، وضفت شويه ديال القزبر حبوب كيجي زوين هكايا مع الحوت، وضفت شويه ديال الخرقوم، ودرت شويه ديال الابزار اللي هو الفلفل الاسود، الملح القياس ديالكم نتوما على حسب الذوق صافي. درت شويه ديال التحميره. المهم شرمولات الحوت راني كلشي كيعرفها. ودرت شويه ديال السكينجبير، ما كتكثروش بزاف صافي. وضفت هنايا القزبر والمعدنوس كيكونوا مقطعين رقاق على هذا الشكل هذا. وضفت هنا واحد المعلقه صغيره ديال الطماطم المركزه ولا مطيجه الحك صافي. كنضيف هنايا شويه خليط ما بين زيت الزيتون والزيت النباتيه. كيف كتعرفوا الحوت مع كيطلق الماء بزاف كيبغيو شويه زيت بزايد باش يلا كتجي ديك المريقه يعني خاتره وهكا وملبيه صافي. هكا كنخلط هاد المكونات كاملين، هاد الشرموله كنخلطها وكنشرمل فيها الحوت ديالي. هاد الشرموله ديروها في اي حوت بغيتو نتوما ديروه في الفران. انا كانت عندي الميرله هي اللي درت، وانتم ديروا اي حوت متوفر عندكم صافي. هنايا كنشرمل هذيك الحوت مزيان هكايا، كندخلو مزيان في ديك الحيمه وفي الراس وكلشي، وكنحطها
وبالنسبة لهاد الشرمولة درت منها للحوت وغنخلي منها للخضر اللي غادي نرافق معاه. وكيف قلت لكم نتوما ديروا السردين، ديروا الحوت اللي بغيتو، اللي كيعجبكم نتوما واللي كتفضلوا ديروه بهاد الشرموله هادي وديروا معاه الخضر. انا فقط كنتشارك معكم يعني افكار اللي بسيطه وصافي. هنايا هاد المفلقه هو مره كندورها كنحركو هكايا وكنخليه حتى كيطيب مزيان. هو ملي كتفزقوه اللي قبل راه ما كيشدش الوقت بزاف الطياب، المهم هو خليوه يطيب مزيان. هنا دزت غادي نصايب هاد السيجار، خديت الورقه الكبيره قسمتها على 4 صافي، وكندير شويه ديال الحشوه وكنتني على هاد الشكل هذا وكنشكلها على شكل سيجار وكنلصقها بالماء مع الطحين. صافي ساهله بزاف. وكيف شفتوا الحشوه يعني اللي اقتصاديه وسهله. كنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنعمرهم يعني كاملين الكميه اللي بغيتو. هنايا صافي خديت الصينيه اللي غادي نديرها في الفران، درت شويه ديال المطيشه هكا مقطعه دوائر على هذا الشكل هذا. وفي ديك الكاسرونات عندي بطاطا اللي كنت سلقتها هي وخيزو حتى هو اللي مسلوق، وكنفرق عليهم داك شويه الشرموله اللي خليت على ديك البطاطا وعلى هذاك الخيزو. صافي كنشرمل ديك البطاطا هكايا وكنحطها من فوق مطيشه. كنحط عاوتاني هذا كنحط خيزو. بالنسبه هنا للبطاطا فصراحه نسيت عليها حتى كانت طابت بالحق ماشي مشكل، مزيان تكون طيبه البطاطا مزيان كتعجبنا تكون طيبه مزيان. صافي وضفت هنايا خيزو كيف قلت لكم حتى هو اللي كنت سلقته، كنضيف ليه ديك الشرموله. صافي ومن الفوق هنايا كنحط داك الحوت هكايا من الفوق وكنزينوها بشويه ديال الفلفله اللي كانت طريه ديروها. فكانت عندي انا هذيك اللي كنت محتفظه فيها في المجمد، كنت شريتها قبل ما يدخل رمضان واحتفظت بها في المجمد. صافي وهي اللي درت هكايا من الفوق. ديروا طريفه الحامض وهذا صافي ممكن تزينوا باش ما بغيتو من الفوق. صافي وكنغطي عليها بورق ديال الطبخ وكندير لها الومنيوم من الفوق وكندخلها ما كتاخذش الوقت بزاف. كندير لها هذا غير باش داك الحوت يطلق داك الماء باش فين يطيب فيه. صافي من بعد ما كيبان لكم الحوت راه طاب كتعريو عليها وكتخليوها تنشف من ديك المريقه حتى كتكون خاتره وكتبقاو تكون واقفين غير في ديك الزويته ديالها، ما تخليوش فيها الماء باش تجيكم بنينه. هنايا هاد الهربل ديالي ها هو كيف كتشوفوا راه كان طاب، هانتوما كيف كتشوفوا. صافي ضفت ليه هنايا شويه ديال الحليب المجفف اللي خلطته مع الماء هو باش كنحركها باش كنخففها واحد شويه. وصافي وكتقدموها بالصحه والراحه. انا بالنسبه ليا كيعجبني الحليب المجفف هكا في الحسوه كيعطي واحد المذاق زوين، واللي بغات دير الحليب العادي راه ممكن بطبيعه الحال. صافي بالنسبه هنا للسيجار فكندهنو بواحد شويه ديال الزيت اللي كانت عندي فيها التحميره اللي كنديروا منها المسمن ديال الشحمه وهذا في المقله هي اللي كانت عندي وكانت طالقه فيها ديك التحميره وبها باش دهنت هذوك السيجار هكا من الفوق. وصافي وكندخلهم للفران يتحمروا من التحت. وانا صراحه حيت كنت دايره طاوات الحوت من الفوق فهبط درتهم نيشان لتحت غير تحمروا من الفوق من الوجه ديالهم وعاودت قلبتهم يعني في بلاصتهم تحمروا من الجهه الاخرى. وصافي هذه هي طبيلتي المتواضعه كيف كتشوفوا يعني اللي ساهله وفي المتناول ديال الجميع. نتمنى ان شاء الله يا ربي انها تعجبكم، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.